اهلا بكم في فيديو جديد. بيبدأ الفيلم مع ولد صغير اسمه كريك عايش مع ابوه عادي جدا، وبنعرف ان امه توفت من فترة قريبة وانه حاسس بذنب علشان كده معرفش يظهرها غير مرة واحدة بس. وبيشوف راجل عجوز اسمه هاريجان وهو في الكنيسة مع ابوه. بعد ما بيروح كريك بيروح الراجل العجوز لبيته وبيطلب انه يوظف كريك وانه يكون القارئ بتاعه، وبيعرف كريك ان هاريجان راجل ملياردير بنى نفسه بنفسه وما عندوش اي اولاد. وكريك اكتشف ان محدش كان بيحب هاريجان لكن هو حبه وفضل يحبه لحد ما كبر ودخل الثانويه. وفي اول يوم في المدرسه كريك واصحابه ادوا فلوس لواحد علشان يعرفهم على المدرسه وكمان يعرف مين العيال بتاعه المشاكل علشان يبعدوا عنهم. وكان اكتر حد صعب في المدرسه اسمه كيني وبيوديهم على مكان بيجمع فيه العيال على حسب نوع موبايلك. ووقته كان افضل نوع هم اللي معاهم تليفونات تفاحه. طبعا هتقولي ليه ما نطقتش اسمه؟ علشان في شركه مفكره نفسها محور الكون واللي بيجيب في سيرتها ممكن تعمل مشاكل والواحد مش ناقص قرف بصراحه يعني. المهم كريك بيكون معجب ببنت من اللي معاهم تفاحه دول. لما بيروح كريك يطلب من ابوه موبايل ابوه بيقول له مش وقته خليه قدام. بعد بيروح كريك لهاريجان وبيقرا ليه قصه وبعدين بيساله انت في حد اتنمر عليك؟ بيقول له كل يوم. وبيقول له كنت بتعمل ايه معاهم؟ قال له كنت بتعامل معاهم بأسوأ. ولما رجع كريك البيت ابوه كان محضر له هدايا الكريسماس وكريك كان جايب هديه لابوه، وكان راجل عجوز بعت له كارت يا نصيب وكسب $4000. وبعدين فتح هديه ابوه وبيلاقي انه جاب له موبايل تفاحه. وكريك كان فرحان جدا وقتها وشكر ابوه، وكان اول حد يكلمه راجل عجوز وقال له شكرا على الهديه. تاني يوم كريك بيروح المدرسه وبيقعد مع شباب اغلى تليفونات بقى، كان مبسوط طبعا وقتها. بعد المدرسه راح للراجل العجوز وبعد ما خلص قراءه ليه ساله العجوز وقال له انه حاسس انه متغير ولو عايز يمشي يقول له. سكت كريك شويه وقال له لا انا عايز اكمل. قال له ليه؟ قال له عشان بيحبه ومتعلق بيه جدا وكمان بيحب ريحه الكتب. وتاني يوم بيشتري كريك للراجل العجوز تليفون جديد ولكن راسه ألف سيف مش هياخده. لكن العجوز بيوافق في الاخر لما يعرف انه يقدر يقرا الاخبار من غير جريده وكمان يقدر يتكلم من دون الحاجه للتليفون الارضي. وسجل رقمه عنده وقال له يكلمه من عليه. تخيل معايا عزيزي الكحيان ان عمنا هاريجان جاي له تفاحه علشان يعمل عليه شويه مكالمات ويقرا الاخبار، يعني نو كومنت بصراحه. المهم بعدها بنلاحظ ان الراجل بدا يتجنن بالتليفون زي عيال اليومين دول، وحتى القصص اللي كان بيستنى كريك يحكي له ما كانش مركز فيه، ولما ركز انه كريك موجود اتاسف وقال له انه ما خدش باله ان التليفون ده شيطان وانه طول اليوم مش بيسيبه من ايده، وطلب من كريك انه لو لقى ليه اي اعداء يتخلص منهم. بيستغرب كريك من كلامه ولكن العجوز مش بيسيبه يمشي غير لما كريك يوعده. وبالليل بعت كريك للراجل العجوز وصحي ما لقاهوش بعت ليه حاجه، فراح يجري عليه ولقاه ميت. اكتشف انه اخر حد كان عايز يكلمه هو كان كريك. كريك اتصل بابوه ما كانش عارف يعمل ايه. ابوه اتصل بالاسعاف وفضل زعلان وفضل يقول له انه احلى ايامه كانت وهو بيحكي له قصص. ولما روح لقى تليفون الراجل معاه وبعت رساله ليه العجوز وقال له انه هيوحشه. وتاني يوم في الكنيسه بعد ما كل الناس مشيت راح حط تليفون الراجل معاه، وبعد ما خرج جه المحامي بتاع الراجل وعرف كريك ان العجوز ساب له $700,000. اللهم هاريجان يا رب. المهم عشان دراسته كمان ومستقبله اداله الفلوس دي، وكمان في اخر الجواب قال له انه هيوحشه القعده معاه. كريك اتصدم ازاي وانا بعت ليه رساله امبارح. ولما روح معرفش ينام غير لما اتصل على اعز اصحابه الراجل العجوز، وفضل يرن لحد ما جه البريد الصوتي وقال له كريك انه وحشه بشكل كبير جدا وشكره على كل حاجه، وشكره كمان على الفلوس اللي سابها له، وكمان مستعد يرجع الفلوس بس الراجل يرجع، وانه ناس ممكن تقول عليه مجنون ومحدش هيصدقه ازاي يرمي كل الفلوس دي. تاني يوم صحي ومسك تليفونه ولقى الراجل العجوز بعت له. بعدين جري على ابوه وقال له ان الراجل لسه عايش، ورا رسائل لابوه وقال له انه عمل له ليه تشريح فمستحيل يكون هو، اكيد حد اخترق تليفونه. بعدين راح المقبرة عند العجوز ورن على تليفونه علشان يشوف لو لسه شغال، وبالفعل بيرن واتصدم ازاي كل ده من غير ما يفصل. بعدين بيرجع مدرسته وبيبدأ يعيش حياته طبيعي جدا، وهو ماشي شاف كيني وهو بيبيع ممنوعات، وبعده بيتقبض عليه وبيروح عليه في حفلة الرقص وبيقول له انت اللي بلغت عني، وبياكله علقه محترمه. وزي ما كريك وعد الراجل العجوز حاول يضربه بس كان كيني اقوى منه وحذره ان لو قال لحد حاجه تانية هيموته. وتطلع البت اللي كانت بترقص معاه وبتحبه وبتيجي المدرسه بتاعته وبتكون عايزه تعرف مين عمل كده، بس كريك بيكون خايف وحتى مش بيقول لابوه، بس بيتصل بالراجل العجوز وبيحكي له كل حاجه حصلت. اما البريد الصوتي اشتغل وقال له على التهديد كيني واللي حصل، وبيتصدم تاني يوم لما عرف ان كيني مات. بيكون حاسس ان رجل عجوز هو اللي موته، وبيروح لحد الكنيسه وبيحكي للناس اللي حصل لكن محدش بيصدقه. وبعدين بيروح كريك وبيغير موبايله ولكن بيخلي التاني في علبه معاه عشان اي طريقه انه يتواصل معاه، وبيعرف انه اتقبل في كليه احلامه وبيودع ابوه. وبعد فتره ابوه بيتصل عليه وبيقول له ان مدرسته القديمه ماتت، وبنعرف انها كانت محبوبه جدا، وبنعرف ان السبب في كده كان واحد اتحبس 4 مرات. وبعدين برضه بنعرف انه السبب سجنه هو ان كان بيسوق بشكل متهور بسبب انه كان شارب، وكمان قدر يهرب من حكم المحكمه.
ريك كان متضايق جدا. بعدين روح بيته وطلع تليفونه القديم واتصل على الراجل العجوز وقال له انه ايمور قتل مدرسته وما خدش عقابه وعايزه يموت. بعدين حس بالذنب وراح يدور ويشوف هل هو عايش ولا لا، وبيعرف انه مات برضه. بيروح يدفع فلوس لواحد علشان يعرف ازاي مات. بيعرف انه انتحر وساب ورقة مكتوب فيها كلمات اغنية، والاغنية ديت كان اللي الراجل العجوز بيحب يسمعه. حس بالذنب وروح بيته ومسك تليفونه القديم ولقى رموز ورسائل غريبة من الراجل العجوز، وراح عند قبره واتكلم وقال انا عرفت انت ليه اخترتني عشان كنت عايزني مبقاش زيك، مبقاش وحيد، انا وانت زي بعض. بينتهي الفيلم بكريك وهو بيرمي التليفون القديم وبيغادر القبر. فيلم غريب وفيه كتير اسئله وتساؤلات عميقه. لو مهتمين بالتعمق في الفيلم ده قولوا لنا رايكم، ممكن نحط فيديو نشرح فيه اعمق التفاصيل وافكار الشخصيات. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا في التعليقات الافلام اللي حابين نلخصها. دمتم سالمين.